انا محتاج ارجع قلبي واعيش مع الصورة دي بجد. وده بإذن الله اللي هنعمله مع بعض سوا في السلسلة دي. هنقف عند كل آية الله سبحانه وتعالى قال فيها ويسألونك، وهنعرف إزاي الناس كانوا بيسألوا ربنا وإزاي الله عز وجل كان بيجاوب. وأول يسألونك معانا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم الناس سألوه: ليه القمر بيبدأ هلال صغير ثم يكبر فيكبر بعد كده يرجع تاني هلال؟ هل ده ليه سبب ديني ولا بس مجرد ظاهرة فلكية؟ فالله سبحانه وتعالى قال: قل هي مواقيت للناس والحج. يعني التغيرات اللي بتحصل في شكل القمر ربنا جعلها وسيلة لتحديد الوقت، زي مثلا مواعيد الصيام والعيد والزكاة والحج. ثم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا مفهوم خطأ عند العرب قبل الإسلام. كانوا لما بيحجوا ما بيدخلوش البيوت من بابها، كانوا بيجوا من الخلف ويفتحوا ثقب ويدخلوا بيظنوا كده يعني ان هم ايه، هذا هو البر والتقوى. فالله سبحانه وتعالى صحح المفهوم وقال: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. مش الشكل ولا التصرفات الغريبة هي اللي تقربك من ربنا. البر الحقيقي هو التقوى. ما تخليش الدين يكون مظهر بس. الدين مش تصرف غريب ولا عادات ورثناها عن أهلنا. الدين هو التقوى، وهو إنك تعبد ربنا زي ما قالك وشرع لك، مش زي ما الناس اتعودت. وخد الآية دي معاك النهاردة: واتقوا الله لعلكم تفلحون.